السلام عليكم يا سنة تالتة. يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. درسنا النهاردة من كتاب قطر الندى الرياضيات في الرياضيات الترم الاول صفحة 196 بعنوان قيم تلميذك حتى الدرس 2. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، واللي اول مرة يشوف قناتي وعجبته القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناة. ونبدأ بسم الله. أوجد الناتج باستخدام استراتيجية الموضحة أسفل كل عملية، والاستراتيجيات ديت شرحناها في الفيديو السابق، اللي ما شافش الفيديو يقدر يشوفه على القناة. 5 في 9 ومستخدم لي استراتيجية خدعة الأصابع، واحنا متعودين خدعة الأصابع يا ولاد برقم، بتخيل صوابع مرقمة كده من 1 ل10 من اليسار لليمين، وباجي عند الرقم اللي مضروب معايا في 9 وبتخيل الصباع ده مش موجود معايا او بظلله كده. ال5 هاجي عند رقم 5 وهتخيلوا ايه مش موجود، واعد الاصابع اللي معايا هنا كام اصبع 5، في الايد اليسار 4، يبقى الناتج معايا 45. سهلة. نشاط 2 4 في 9 او مستخدم معايا استراتيجية مخطط ال120. لما قلنا المخطط ال120 يا ولاد قلنا بيبقى القفز بمقدار 9 في كل مرة، يعني ال4 في 9 هقفز 4 مرات بمقدار 9، يعني هبدأ 1 2 9 18 27 36، يعني كل 4 مرات بمقدار 9، يبقى ال4 في كام ب36. مش مطالب مني في الكتاب اللي انا ارسم طبعا مخطط الماء، بس ابقى عارف انا جبت ازاي بالاستراتيجية اللي هو مخطط ال120. ال6 في 9 هقفز بمقدار 6 مرات على مخطط الاعداد، كل مرة بزود 9، يبقى 1 2 3 4 5 6، يبقى ال6 في 9 معايا ب54. تمام. ال9 في 9 نفس العملية ب81، ال8 في 9 ب72، ال7 في 9 ب63. تمام كده. المسألة الثالثة رقم 3 باستخدام حقائق الضرب في 10. ال7 في 9 عند ضرب 7 في 9 نستخدم ايه بقى؟ قلنا نضرب ال7 في 10. مش عارفة اجيب ب7 في 9، لا هضربها الاول في 10 بالاستراتيجية الموضحة معايا. بس هيبقى ال7 في 10، وهكرر ال7 هنا 10 مرات، وهقول بما ان 7 في 10 بيساوي 70، اذا 7 في 9 يساوي 70 ناقص 7 يساوي 63. 2 اوجد ناتج الضرب. 3 في 20 قلت بحط الصفر وبضرب الاتنين في 3 يبقى 60. 3 في 10 ب6، 2 في 3 ب6، يبقى الناتج 60. 3 في 10 ب30، 9 في 9 ب81، 6 في 6 ب36، 3 في 5 ب15، ال4 في 3 ب1200، ال5 في 1000 5000، ال6 في 2000 بحط ال3 اصفار والاتنين في 6 ب12 يبقى 12000. ال7 في 7 بحط صفرين اللي معايا في المسألة، وال7 في 7 ب49 يبقى 4900. حل المسائل الكلامية الآتية في كراستك. في حديقة الحيوان عدة شروق 5 حيوانات في كل قفص، فإذا كان بالحديقة 9 أقفاص أوجد العدد الكلي للحيوانات بالحديقة مستخدما استراتيجية حقائق الضرب في 10. محدد لي الاستراتيجية اللي هجيب بيها الناتج. هقول في كراستي بقى العدد الكلي للحيوانات هيبقى 9 في 5، هضرب 9 في 5، والاستراتيجية بما أن الاستراتيجية المستخدمة معايا بقى اللي هي الضرب حقائق الضرب في 10. هقول بما أن ال5 في 10 تساوي 50، إذا 9 في 5 تساوي 50 ناقص 5 يساوي 45 حيوان. ده أول مسألة معايا يا سنة تالتة، مسألة كلامية. اللي بعد كده مسرح مدرسي به 9 صفوف، فإذا كان يوجد بكل صف 7 كراسي أوجد العدد الكلي للكراسي المسرح مستخدما استراتيجيتين مختلفتين. يبقى هستخدم استراتيجيتين، يبقى هقول العدد الكلي للكراسي، وهيبقى ال9 في 7 بيساوي 63. هنجيبها ازاي؟ او استراتيجية هقول خدعة الأصابع، وهرسم هنا اليد يا سنة تالتة اليسار واليمين، وهعمل عليها نفس الشرح اللي احنا شرحناه في الفيديو. تمام. هيبقى هاجي عند الصباع السابع رقم 7 وهتخيله مش موجود، هعد اللي قبله هلاقي 3، واللي في اليسار اللي هو في العشرات هلاقي 6، هيبقى 63 كرسي. الطريقة التانية هجيبها بطريقة ايه برضو؟
حقائق الضرب في 10. هقول 9 في 7، بما ان السبعة في 10 هضرب بقى السبعة في 10، مش في السبعة في 10 بيساوي 70. اذا التسعة في 7 بيساوي 70 ناقص 7 بيساوي 63 كرسي. وده كان فيديو النهارده يا سنة تالتة، قيم تلميذك حتى الدرس 2. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.